سيلفي مات واخويا فرحه بعد وفاة سيلفي باسبوعين بالظبط، وامي مصممة ان انا احضر. صاحبة المشكلة بعتها النهاردة وبتقول اخر واحد في اخوات جوزي الصغير، شاب عنده 23 سنة في عز شبابه، وكان عريس في الجنة ان شاء الله، عمل حادثة وللأسف مات. البيت كان مقلوب، الحزن كان مالي الدنيا، اخوه وامه وابوه واخواته كلهم، جوزي كان منهار، الكل كان بيصوت وبيلطم وبيعيط، البيت كله كان هيموت ورا موت الشاب ده. وامي جت عملت الواجب هي واهلي كلهم وعزوا ومش عارف ايه والكلام ده ومشوا. بس انا عايزه اقول ان انا من محافظه واهل جوزي من محافظه تانية. يعني امي جت حضرت اليومين بتوع العزا وكانت بايته عندي هي وابويا، وقاموا بالواجب وراحوا واخدين نفسهم وماشيين. بعد العزا ما خلص باسبوع كده لقيت امي بتتصل بيا وبتقول لي هو انت مش هتيجي تحضري فرح اخوكي ولا هتيجي تحضري قبلها بيومين ثلاثه؟ قلت لها يا ماما ازاي بتقولي كده؟ ده البيت هنا لسه الحزن يعني غامم على البيت كله، لسه